الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى الصحابة أجمعين. أما بعد، أبارك لأبناء المرحوم الحاج علي عطية السمان أحمد عمران آل توغان على هذه الجلسة الطيبة المباركة. حج محمد الكبير خلي بالك، والحج ياسر والحج عادل وأخوهم الحج محمود، أنا أبارك لهم هذا الصلح. ويا حج محمد، لن يكون على وجه الأرض بعد أمك وأبيك أحن عليك من أخيك. أخوك يفهمك قبل أن تتكلم ويشعر بألمك قبل أن تتألم. أنت وأخوك أبناء نطفة واحدة، وأنتم صغار كنتم تلتحفون تحت لحاف واحد وتشربون من كأس واحد، ويلبس بعضكم ثياب بعض وأنتم صغار. أنتم صغيرين كنتوا تلبسوا جلابيب بعض، والله بالفعل، وكنتم تلتحفون تحت لحاف واحد. الأخ يخاف منه عدوك ويحسب له ألف حساب، وأنت صغير. حينما ضربك ابن الجيران، من الذي نصرك ورفع رأسك؟ إنه أخوك. أخوك هو الأسد الغالب، فارس الكتائب والمواكب، هو قهار الأعادي إذا نادى المنادي. ولذلك يا حبيبي، أسرتك هم الشيء الوحيد الذي سيبقى معك للنهاية، فلا تنخدع بازدحام العلاقات. الجماعة اللي هيلفوا على راسهم 24 ساعة في الأفراح وفي الأحزان وهو خربان مع أخواته، أقول لك أنت فاشل. والله العظيم اللي ما كنت ناجح في بيتك وناجح مع أخواتك وناجح مع أولادك، اللي ما كنت ناجح أولا مع أسرتك، لن تكون ناجحا. ولذلك إخوتك هم الإرث الأغلى، وعائلتك هم أغلى ما تتمنى. فلا تدخل في صراعات مع إخوتك. لما تدخل في صراعات وخلافات، من هيورث الخلافات والصراعات؟ الأولاد. وأولادكم وأحفادكم لما تورثوهم الكراهية دي يبقى أكبر نقطة سوداء في الحياة. سامعيني يا كل اتنين هيتكلموا مع بعض؟ أكبر نقطة سوداء في الحياة إنك تورث أولادك الأولاد عمهم الكراهية. الأخ سند، الأخ يخاف عليك ويدافع عنك مهما كان بينكما خلافات، فمجده مجدك وعزه عزك وشرفه شرفك. فتحمل ما يأتيك من أخيك ولو حشى التراب بفيك. أخوك زينة في الرخاء وعون في البلاء ومساعد على الأعداء. إذا مات أخوك فقد ماتت عزوتك. العزوة الحقيقية أخويا. قيل لبعض الصالحين: ماذا تقول في موت الأخ؟ قال: كسر الجناح. حاليا الإخوة أصبحوا أعداء في كل مكان. خلي بالك، الإخوة دلوقتي مختلفين. الإخوة أصبحوا أعداء بسببين لا ثالث لهما. ايه السبب الأول؟ الميراث والنسوان. الميراث والنسوان هم اللي مفرقين الإخوات من بعض. أخوك زينة في الرخاء وعون في البلاء ومساعد على الأعداء. أخوك إذا وقع فارفع، وإذا احتاج
فساعد، وإذا ضعف فأسند، فالإخوان على نوائب الدهر أعوان. قال الله عز وجل لسيدنا موسى، سيدنا موسى ده أفضل ثالث نبي بعد سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم. سيدنا موسى أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن. سيدنا موسى ربنا قال له وأنا اخترتك، وفي قراءة وأنا اخترناك واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. سيدنا موسى قال الله له وكان عند الله وجيها. ولذلك مع هذا الفضل سيدنا موسى كان محتاج دراع يمين ليه. ربنا قال له ايه؟ سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. وقال هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا يا رب؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ويا لها من كلمة جميلة حينما قال يوسف لأخيه بنيامين إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أخوك هو أبوك إذا كان كبيرا وابنك إذا كان صغيرا. فهذا نداء عام من كل قلبي إلى جميع الإخوة، عانقوا أنفسكم، فالدنيا حقيرة صغيرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فإذا كان بينك وبين إخوتك سوء تفاهم من سنة أو من سنتين فبالله عليك صالحهم لوجه الله. والله العظيم يا جماعة المشاكل أوحش حاجة في الدنيا. المشاكل آخرتها خلافات وخراب بيوت. والله العظيم أقسم بجلال الله تعبنا من الخلافات والمشاكل بين الأقارب. ولذلك أنا أقول لعيالكم، أقول لعيال الحج محمد والحج عادل والحج ياسر ومحمود، لما يكون في خلاف بين أبوك وعمامك ما تبقاش في طرف أبوك، لأنه هو أخوه قبل ما تكون أنت ولده. لما يكون في خلافات بين أبوك وعمامك ما تقفش في صف أبوك، لأنه هو أخوه قبل ما تكون أنت إيه؟ ولده. فينبغي على كل إنسان أن يورث المحبة لأولاده. الميراث الحقيقي الذي يجب أن ينشغل به الآباء هو أن يتركوا أولادهم إخوة متحابين. أبناء الحاج علي عطية السمان أحمد عمران آل توغان يقول البعض من اليوم تصالحنا وننسى ما جرى فينا، فلا قلتم ولا قلنا ولا كان ولا صار، لقد قيل لنا عنكم كما قالوا لكم عنا، فما أجمل أن نرجع في الحب كما كنا. وأنا أنصح نصيحة وأختم بها يا جماعة الخير يا أهالي الوحلية، وأنا الوحلية غالية على قلبي. أنصح نصيحة، لما تكون إخوات 3 ولا 4 ولا 5 كبروا واحد فيكم. لما تكبروا واحد فيكم الناس تحترموا وتكبروا، لكن لما تقعدوا تقللوا من شأن بعض وسط الناس وتحتقروا بعض وتتكلموا عن عيوب بعض الناس كلها تحتقركم. فانتوا لما تكونوا مجموعة إخوات 7 8 إخوات ولا 4 إخوات ولا 3 إخوات كبروا واحد. لما تكبروه الناس هتكبروا وهتعمل له قيمة وهتعمل له حساب باسم مين؟ باسم إخواته. كبروا أخوكم الناس تكبروا، قللوا من شأن أخوكم في المجتمع الناس تقللوا والناس تفرح فيكم. فدائما وابدا الإخوة أبناء نطفة واحدة. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. أبارك لأبناء الحاج علي عطية السمان أحمد عمران آل توغان، نبارك لهم هذه الجلسة وحب الناس لهم. يعني هم دعوا، كل واحد سأل عليهم دعوه. بارك الله فيك يا شيخ. حب الناس لهم كبير، وهنعانق بعض كده وناخد بعض بالحضن ونخلي القلوب تقابل بعضها. يا حج محمد انت والحج عادل والحج ياسر ابنية صافية، نتعانق ونتحابب مع بعض. سقف بالله عليكم يا جماعة. ابونا يا عم احنا بيجي
اخونا الكبير يا عمي، ابونا مش اخونا كمان. الله يخليك. انا ابوني. تسلم الله يخليك. فيكم بركه ان شاء الله. يا شيخ ثابت. يجعلكم كلكم ان شاء الله في الافراح بس الله. اسالكم قراءة الفاتحة. الفاتحة يا جماعة.